اهلا بيكم في ايفنت تعريف الاقسام انتمي 3 مع ريسك اكاديمي. معانا النهارده قسم كيمياء مهندسه هاجر عطية، دفعة 22 كيمياء، كلية هندسة جامعة القاهرة. أنا عندي 24 سنة. أنا بشتغل مهندس مشروعات في شركة سيجما للاستشارات الهندسية. طيب عرفنا الاول عن قصتك بالقسم، بدات ازاي؟ اختيارك للقسم جه على اساس ايه من اول وانت في اعدادي يعني؟ إعدادي بالنسبة لي ما كانتش أحسن سنة. إعدادي كانت من أتقل سنين. النقلة ما بين ثانوية عامة لأنظر ثانوية عامة بس على سكيل كبير، دي على كل مهندسين بتبقى وحشة. لو سألت أي مهندس غالبا هيقول لك إعدادي من أسوأ السنين، سخيفة شوية وتقيلة. أنا ما كنتش بفكر في كيمياء خالص، أنا كنت بفكر في كل الأقسام ما عدا كيمياء، لأن أنا بكره الكيمياء. حلو. كنت متحيرة ما بين ميكانيكا مدني. دخلت القسم بالصدفة بسبب غلطة في الشؤون. اوكي. انا جالي كيمياء وبعد كده مجموعي كان جايب ميكانيكا، ولما كلمتهم في الشؤون قالوا لي إن هي غلطه والمفروض ان هي هترجع. يعني تعليلنا بعد العيد كان في اجازه تقريبا علشان انت مجموعك جايب فانت مش محتاجه تحولي، هو بس دي غلطه. بس انا كنت حاسه ان هي يعني قدريه، فبالاستخاره وكده قلت اوكي انا هكمل ومش هحول، وهدخل اول اسبوع التحويل مفتوح، هدخل اول اسبوع واقول هجرب يعني هدي الموضوع جيفت تشانس اشوف ده حصل ليه. وسبحان الله يعني دخلت اول اسبوع واتخرجت بقالي سنه. ما شاء الله. طيب انت قلتي ما بتحبيش الكيمياء، هل فعلا خالص. قسم الكيمياء هو كله كيمياء؟ لا خالص، ما دي بقى اللي انا اكتشفتها. انا اكشلي دخلت قسم انا فعلا معرفتي عنه الصفر. كان ليا صحاب يعني كلنا ناس معارف جوه قالوا لي ان القسم مش كيمياء قوي، بس قلت يعني ازاي اسمه كيمياء وما بتدرسوش كيمياء؟ يعني ما دي برضو حاجه غريبه، اسم القسم نفسه يوحي انك انت كل اللي بتدرسه جوه كيمياء ومعامل، كيمياء ومعامل. لا، احنا ما بندرسش مثلا غير تقريبا 4 كورسات كيمياء في اول سنتين، اللي هو في كل الاقسام انت بتدرس اول سنتين مواد من القسم، مواد من بره القسم، مواد من القسم. المواد الاساسيه كلها بتبدا من ثالثه ورابعه، المواد التقيله، مواد القسم. انا اعتقد ان احنا قسمنا المفروض يتسمى يعني حاجه لها علاقه بالصناعه، احنا اندستريال اكتر، بروسيسنج اكتر، او ده السكوب بتاعنا، ده الفيلد بتاعنا، فاحنا ملناش علاقه بالكيمياء قوي يعني. احكي لنا اكتر، في اول سنه درستوا ايه؟ تاني سنه درستوا ايه؟ اول سنه زي اغلب الاقسام احنا بندرس ماثيماتكس، خدنا كيمياء، يعني خدنا اورجانيك ان اورجانيك اللي هو بيزكس الكيمياء اللي انت اصلا درست منها جزء في ثانويه عامه. ستراكشر من مدني، انت هتلاقي اغلب الاقسام بتاعت هندسه اول سنه بتاخد من كل فيلم اغنيه، بتاخد من كل قسم حاجه، على اساس ان احنا بنتعامل احنا ككيمياء اكتر قسمين احنا انفولفد قوي فيهم مدني وميكانيكا. اخدنا ديزاين، خدنا ميكانيك في اول سنه. اول سنه مش هقول ان هي كانت خفيفه، بس هي كانت بدايه التعرف. يعني كان اغلب السؤال المنتشر قوي في اول سنه ايه الفرق ما بين انت قسم كيمياء، ايه يفرقك انت ككيميكال انجينير عن اللي متخرج من علوم. في علوم كيمياء والناس دول اللهم بارك شاطرين جدا في مجالهم، والناس دول بيشتغلوا في مجالنا. احنا هم انفولفد بالمعامل، احنا انفولفد بالمصانع. في اسهل مثال مثلا اتضرب لي من اول ما دخلت القسم، المفروض احنا لو بنعمل قرص دواء، قرص الدواء ده بيتعمل في المعمل بمخبار بلس حاجات بسيطه كده علشان يطلعوا لك في الاخر قرص. القرص ده انت مش بتطلعه قرص في المعمل، على سكيل الصناعه انت بتطلع 3 طن 5 طن 10 طن في اليوم مثلا. ده هيتعمل ازاي؟ يعني مش هتجيب مخبار، ما بنجيبش مخبار، احنا بنجيب تانك كبير. فكل حاجه بتبقى على سكيل كبير، احنا الناس اللي بتشتغل على السكيل الكبير، احنا اللي بنعمل البروسيس بتاع السكيل الكبير. ده كان اول مثال اتضرب لي اما دخلت القسم. انا كهاجر اما دخلت القسم انا مش عارفه انا هشتغل ايه. انا كنت خارجه من اعدادي لوست خالص، ما ابيض يعني، حاسه ان الدنيا كلها مسوده. اعدادي فعلا كانت سيئه على الصعيد الشخصي بتاعي. انا قسم كيمياء اولا بره حرم هندسه، احنا لينا مبنى بره خالص، مبنى 4 ادوار. فهو اولا والاربع سنين في جوه المبنى وانت تقريبا ما بتخرجش من المبنى، فانت قاعد يعني من اول ما بتروح يعني تقريبا مثلا 6-8 ساعات في مكان مع نفس الناس. اول حاجه في القسم دكاتره كويسين جدا بجد، مش عشان هو قسمي اطلاقا، انا ممكن اقول الدكاتره مش كويسين خالص، بس هو فعلا الدكاتره في القسم متعاونين. ميزه انك انت تبقى دفعه صغيره على عكس مدني مثلا، انك انت كل واحد يبقى عارف اسمك. انا حوار ان دكتور يبقى عارف اسمي وينادي لي بيه في الكوريدور او في المحاضره قولي هاجر كذا، دي ما كنتش متخيله انها تبقى موجوده في الجامعات، لان احنا كنا بنشوف الجامعه مدرج وكبير وناس كتير. لا في الكيمياء مش كده، فريندلي قوي يعني. والله جمله قالتها دكتور مي من احسن الدكاتره اللي موجوده في القسم، قالت احنا اسره، احنا عائله لطيفه جدا. وفعلا انت لو عندك اي مشكله تبع اي حاجه، انت لو رحت لاي دكتور هيحلها لك. نتكلم في الاخر عن الشغل، بس لو هذكر حاجه في شركات معينه انت لازم تدخل بواسطه او ريكومنديشن. مين بيوصي عليك؟ الدكاتره. يعني الدكاتره بيوصوا على بتوع كيمياء، بيبقوا عارفين دول جايين من جامعه القاهره مثلا، يعرفوا مثلا في شركه مثلا كبيره مثلا هي بتحتاج ان هي مثلا تسال، فتروح تسال عن كذا فتلاقي مثلا
اكتر من دكتور 3 أو 4 دكاتره ده كذا وكذا 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 ويشكروا فيه مثلا الطالب ده يستحق وعارفين ان الطالب ده فعلا يستحق. انا الشغل اللي انا شغاله فيه ده جايب ريكومنديشن من الدكتور بتاعي، الدكتور مشرف على مشروع التخرج بتاعي دكتور احمد سليمان. فاللي هو دكاتره بتشغل الطلاب. انا فاكره اخر اليوم اللي احنا ناقشنا فيه الدكتور المناقش بتاعنا المشرف بعت لنا مسج قال كل واحد فيكم يبعت لي السي في بتاعه انا هشغله على طول. يعني وفعلا ناس كتير جدا بعتت ناس كتير جدا اشتغلت يعني دي في الاخر. فلو دي من مزايا القسم انك انت فعلا مش بتحس انك انت طالب كده محطوط وسط مكان كبير تايه. لا اطلاقا، بل بالعكس انا من اكتر الحاجات اللي ساندتني في الكليه الناس اللي فيه والدكاتره. اوكي في ضغط وفي مذاكره كتير وفي مشاريع وفي ضغط كليه جامد، بس ما فيش الضغط النفسي البشع اللي ممكن تكون بتتعرض له مثلا في مكان تاني او في قسم تاني مثلا. لا بل بالعكس انت بتحس انك انت يعني ريليفنج شويه، انت بتاخد نفسك شويه، بيعاملوك كانك انسان مش كانك ماشين مهندس. اوكي فاللي هو دي ميزه من مزايا القسم. طب ايه مثلا العقبات اللي واجهتك في اول ما دخلت القسم في اولى تانية؟ طبيعي توهان، تبقى تايه شويه، انت مش عارف ايه بالظبط. انا الصراحه ما كنتش عارفه انا هشتغل ايه برضو يعني. في الاول انا برضو كنت تايهه شويه. اولا ما كانش عندي خلفيه خالص عن القسم، يعني في ناس كنت داخله القسم عارفه ان هي داخله قسم كيمياء يشتغلوا كده، انا ما كانش عندي دي. فاللي هو التوهان. انما كمذاكره لا الدنيا كانت ميسره. بيقولوا في هندسه ان قسم الكيمياء من اسهل الاقسام. اوكي هي دي مش مقوله صحيحه. كورساتنا يعني شبه كورسات بقيه الاقسام، الميزه عندنا في الدكاتره بس مش اكتر. يعني انت لما يبقى عندك دكتور ميسر انت وكورس صعب او تقيل انت بتبقى قشطه شغال. انما لو عندك كورس صعب وتقيل ودكتور معسر لا بتيجي دروبها، بنهار بتعب ما بذاكرش قرفان مش فاهم. يعني احنا في القسم عندنا مثلا معيدين هيلفول جدا. المعيدين بتوعنا يعني كان دلوقتي مثلا الجيل الجديد اللي جاي كلهم 19 20 21 نفس الجيل نفس السن. الناس انت كنت عارفهم. يعني انا اكشلي المعيده اللي كانت بتديني في سنه ثالثه كانت صاحبتي لان انا ما كنت في اولى كانت في رابعه. فاللي هو احنا اوريدي صحاب. فاللي هو دي كانت حاجه كويسه جدا، قريبين جدا مننا. جيل الدكاتره كلهم حرفيا يعني بلا استثناء انا ما شفتش دكتور بيعصر على الطلبه بهدف ان انا دكتور وعندي اوثوريتي وانا هقتلك. مفيش ده. اصل انا شفته في اعدادي بغض النظر بجد الموضوع كان مأساوي. فانا صراحه مش بتدخل في الكيمياء. طب التوهان اللي انت كنت فيه عرفتي تلاقي نفسك ازاي؟ عرفتي تعرفي القسم ازاي؟ وصلتي انت مثلا عرفتي انا في القسم ده عشان ايه وعشان اشتغل ايه وكده امتى؟ من ثالثه الدنيا ابتدت تتقل عندنا. ثالثه انت تبتدي تاخد هيت ترانسفير، ماس ترانسفير، اورجانيك تكنولوجي، ان اورجانيك تكنولوجي. يعني دول 4 مواد انا مثلا متذكراهم لا كتير. يعني اللي انا قلته ده دي مجلدات. فاللي هو من ثالثه واعتقد على كل اقسام كده يعني من ثالثه انت بتبتدي تاخد مواد القسم، تبتدي تعرف بجد انت هتشتغل ايه. المفروض انت بقى اللي هو ايه بقى انا ابتديت افكر انا ممكن الحاجات دي بميل ليها اكتر، الحاجات دي مش بميل ليها اكتر، انا حبيت ده اوكي ده في شركات معينه بتعمل كذا. من ثالثه انت التوهان ده ابتدى يروح شويه. كان عندنا في سنه ثانيه سنه الكورونا الترم الثاني اتلغى، اتاخد ابحاث تقريبا. ففي كورسات هي ما ذاكرتش اتاخدت بس ما ذاكرتش على بما ان ما كانش في فاينل في الاخر فاحنا ما ذاكرناش. ده اثر علينا الصراحه شويه. يعني انا فاكره في كورس انا فعلا اثر علينا اما حدش ذاكره. فكان طبعا المواد كلها بتبقى ديبندنت على بعض. فاللي هو انتوا خدتوا فيز في سنه لا خدنا بس ما خدناش يعني اوكي خدناها بس مش قوي يعني. فده برضو اثر علينا. دي كانت من احدى العقبات واللي واجهت الدكاتره. هم ما خدوش فعلا يعني لو حق الله فعلا انت ما خدتوش ده بحقه حقيقي يعني. دي كانت احدى العقبات اللي قابلتنا في سنه ثالثه. خصوصا ان ثالثه كانت تقيله يعني. في ثالثه فعلا الدنيا كانت كتير قوي يعني. تقريبا ثالثه كانت اول سنه بعد اعدادي انا حسيت ان انا عايزه اعيط في امتحان. اللي هو لا الموضوع جامد جدا. المناهج كانت تقيله قوي، كانت حاجات كتير كانت صعبه. كنا ابتدى يبقى في دكاتره اللي هو بقى كبار قوي في القسم. فاللي هو في شده مش حلوه بس انت مش متعود عليها. ولو تانية مش هقول لك كانت لعب بس كانت الدنيا كانت ماشيه سموث معاك. انت بتذاكر وتجيب درجات كويسه وتجيب تقدير كويس. تذاكر تجيب ثالثه بقى تذاكر تجيب درجات زي الزفت تجيبش تقدير اصلا يعني. بجد ثالثه كانت بتمشي كده فعلا. حتى احنا كلنا كنا مستغربين يعني. في ثالثه كان حصلت حاجه احنا بجد كان عندنا ماده في الترم الاول كان اكتر نص الدفعه كانت شايلاها. فدي برضو كانت اوائل دفعه كانوا شايلين ماده يعني. تبقى انت مرتب على الدفعه ومعاك ماده بجد. اللي هو كان ممكن يعني الحمد لله كنت نجحت فيها يعني. دي بجد كان بالنسبه لي الحمد لله. فكره ان الواحد يعيد ماده دي كانت وحشه قوي. خصوصا ان كانت ماده تقيله جدا يعني. بس مش اخر الدنيا يعني. انا عارفه ان هي مش اخر الدنيا بس انت بتفكر اللي هو الاورجانيك بشع. الماده دي كانت تقيله جدا جدا جدا
وانا فاكره ان الترم ثالثه ده قعدوا يشفتوه كتير، يعني الامتحانات المفروض كانت في واحد، احنا امتحنا في 3 اتشفت كذا مره. انا يمكن عشان كده كان عندي وقت طويل للمذاكره عشان ما اكذبش، فلو عشان كده الحمد لله نجحت يعني. بس لا، انت لما تكون في ماده الكونتنت بتاعها تقيل قوي قوي بغباوه، انت تبقى عايز تخلص منها. هي مقبول قشطه، انا مقبول، ما انا كنت انا يعني لو انا مش هطمح اكتر مقبول والله يعني الحمد لله ان هي كانت مقبول. دي كانت حاجه كويسه يعني، دي كانت عقبه لناس كتير، والصراحه الموضوع كان مأساوي بالنسبه للناس لان كان عندهم نفس الفيلينج، انا مش هذاكر اورجانيك تاني. بس الحمد لله يعني هو عشان كان اكتر من دفعه كانت شايله الماده فهو اترفعت يعني. طب بعد ما خلصتوا ثالثه رحتوا الرابعه بقى exhausted. ف... خلاص بقى انتهيت بقى. رابعه على الراي كان احد اصدقائي الله يمسيه الخير كان بيقول انت بتمضي وتمشي. رابعه بالنسبه له ما انا بمضي وانا خلاص يعني. هل في اصلا اقسام معينه في جوه قسم الكيمياء او مجالات معينه بتتقسموا فيها في رابعه، ولا هو لا بتمشوا كلكم مع بعض؟ لا احنا كلنا مع بعض. اعتقد في كريدت في ده، بس احنا كجنرال لا. هي اصلا الاقسام بتاعت كيمياء عموما او احنا المجالات بنشتغل في اللي ايه؟ جوه كيمياء؟ اوكي، احنا مينلي بنشتغل في الاندستريال، اي حاجه ليها علاقه بصناعه احنا بنشتغل فيها. عندنا ماده اسمها سيراميكس، هنشتغل سيراميكس عادي، نشتغل في الفارماسيوتيكالز عادي، نشتغل في الفود اندستري عادي. طيب احكي لنا اكتر عن مجالات قسم الكيمياء، مثلا انتوا بداتوا تعرفوا المجالات امتى؟ اشتغلتوا مجالات شغل في ايه بالظبط في قسم الكيمياء؟ ماشي، من اول سنه ثالثه يعني. لو هنتكلم عن المواد مثلا، اوكي هنقول مثلا اتقل ماده كانت في ثالثه بالنسبه لنا الاورجانيك تكنولوجي. اورجانيك تكنولوجي هي مش اورجانيك كيمستري، مش كيمياء عضويه، صناعه تكنولوجي. اي صناعه عندنا في مصر ايا كانت ايه هي ليها تكنولوجي معينه، اللي هو طريقه عمل معينه. معلش ثانيه واحده. دي مثلا دي عباره عن نوع معين من الورق، ده طباعه مثلا، برينتنج مثلا، بلاستيك مثلا، حاجه بتعمل مثلا قول من 4 مواد مثلا او 3 مواد. فانا لو عايزه اعمل من دي 10 طن في اليوم، انا كمصنع مثلا انا محتاج ايه؟ ببدا بايه؟ انا ببدا بحاجه اسمها ماده خام. الورق ده بيتعمل منين؟ الورق ده بيتعمل من خشب بشكل اساسي مثلا. الخشب ده بيجي منين؟ احنا بنبدا بقى من هو ايه؟ من الصفر لحد ما نوصل للاور، اللي هو الحاجه اللي خارجه من الطبيعه اصلا. دي اول حاجه بتتحط في الفلو شيت. الفلو شيت ده مخطط كبير. فلو شيت ده كلمة عامة. أنا ممكن أقول لك مثلا إن أنا هعمل مثلا الكراسة دي ببلوكات مثلا، أنا خشب مثلا هاخده هصنعه، هطلع مثلا الورق ده، الورق هجمعه، البلاستيك ده يا ترى أنا هشتريه جاهز ولا هصنعه عندي، هدور مثلا إن لو هشتريه جاهز هيبقى بكام، لو هصنعه عندي هجيب مادة خام بكام. بلوكات، فلو دايجرام. بعد كده دي حاجة سيمبل قوي يعني، ده السيمبل. نعلى بقى شوية. سيمبل ده اللي احنا بناخده في اولى وثانيه، اللي هو مثلا حاجه زي الانترودكشن مثلا، حاجات ماتيريال بالانس بسيطه. بعد كده بقى نعلى في ثالثه ناخد بروسيس فلو دايجرام، اللي هو بقى تسخين، تبريد، عندي تانك، عندي رياكتور مفاعل، عندي ستورج مثلا تخزين، عندي باكجينج، عندي ضغط كده. فاللي هو دي الاورجانيك تكنولوجي. انت بتعمل الصناعه. في مصر هنا مفيش غير شركه واحده بس بتعمل تصميم، يعني شركه ام بي، هي في مصر بس بتعمل ديزاين. في ديبارتمنت لسه معموله في بتروجيت حاجه كده الار ان دي، حاجه بسيطه يعني، سيكشن بسيط ان هم عايزين يعملوا ديزاين برضه. كان في جمله قالتها لنا دكتور ساميه الله يمسيها بالخير، هي اللي كانت بتدينا اورجانيك تكنولوجي. كانت بتقول احنا مثلا ممكن نكون مثلا عندنا صناعات بس بنشتري التكنولوجي من بره، اوكي؟ فاللي هو وكونسبت بسيط. انا لو انا هعمل مصنع مثلا، انا هعمل مصنع سماد مثلا، هنشتغل برضو في الفيرتلايزرز مثلا، هعمل مصنع سماد، هعمل مصنع امونيا. من اكبر الشركات المشهوره اللي بتعمل امونيا شركه اودا الالمانيه. فاللي هو انا لو انا عندي مكناش بيعملوا تكنولوجي والناس دول شاطرين فيها قوي قوي قوي، وانا عايزه اعمل مصنع امونيا، فانا ليه اجرب بنفسي؟ يعني انا اجرب واخسر؟ هم هيجوا هجيب من عندهم المكن، هيركبوا لي المكن، هيشغلوا لي المصنع، هيسيبوا لي واحد قاعد في المصنع يعلم العمال ازاي يشغلوه ويتاكد ان كل حاجه تمام. هيجوا لو حصلت عندي مشكله او انا عايز سبير بارتس من بره هيصينوا ويدوني السبير بارتس بعقود معينه. دي التكنولوجي يعني بكونسبت بسيط يعني. دي الاورجانيك تكنولوجي اللي هو صناعه. انا بعمل صناعه، انا بشتغل في كل حاجه. انا كمهندس كيميائي انا المفروض بشتغل في كل مصنع، انا موجود في كل مصنع. لازم على اي صناعه يبقى فيه مهندس كيميائي ايا كانت ايه الصناعه دي. واي صناعه دي اللي هو انا بتكلم عن صناعه البلاستيكات، صناعه الورقيات، صناعه الاجهزه الكهربائيه، الصناعات الدوائيه، الصناعات الغذائيه. احنا بنشتغل ايه جوه؟ احنا المفروض ان احنا بنكون بنشرف على البروسيسنج، احنا اللي بنبقى موجودين جوه الكنترول رومز مثلا. بنشتغل في السيفتي، بنشتغل في السيراميكس، عندنا جزء كبير سيراميكس مثلا، المواد السيراميكيه. والمواد السيراميكيه دي اللي هي المواد الخزفيه.
بنشتغل اسمنت، عندنا صناعه الاسمنت في مصر، فاحنا المفروض ان احنا بنشتغل في كل الصناعات. يمكن ده السكوب الشغل بتاعنا قوي، بس احنا مهندسين. الناس اللي بيبقوا متخرجين من علوم بيبقوا كيميائيين، يعني احنا بنتنسب لنقابه المهندسين، فاللي هو هم ممكن يكونوا بيشتغلوا نفس الشغل بتاعنا، ويمكن يكونوا هم ما شاء الله اللهم بارك بتوع علوم، اللهم بارك وشطار، يعني هم اللهم بارك فعلا. انا كنت في مصنع قبل كده، والشخص اللي كان جاي بيمشي معانا في المصنع كان كيميائي اصلا، يعني انا اتفاجئت في الاخر ان هو كان كيميائي مش مهندس، وما شاء الله كان فاهم فلوس صح جدا، كان فاهم المكن صح جدا. فلما سالت المشرف بتاعنا ليه ما بنشتغلش احنا، قال لي بتوع علوم مجتهدين والسالري بتاعتهم تبقى أعلى. اوكي. انت مهندس، السالري بتاعك لازم يعلى شويه يعني. هنخش في السالري بقى دلوقتي. ايه رينجات السالري عموما كفريش جرادويت؟ والله المفروض محدش يقبض اقل من 5. المفروض بس حد فعلا بيحسب في شركات، يعني ام بي اللهم بارك مرتباتهم فوق ال5 شويتين. يعني الشركات المشهوره عندنا ام بي، بتروجيت، في شركات اللي بتبقى الهيئات الكبيره، يعني حاجات اللي تبع البترول. احنا طبعا مجال شغلنا اكيد بنشتغل في البترول بشكل اساسي، البترول والغاز الطبيعي وكده. بس انا بحس ان للاسف الشديد الشغلانه دي بتبقى محصوره في الميلز بس، على بترول يعني بتبقى مواقع اماكن بعيده شويه، وهما بيبقوا طالبين ذكور فقط. يعني هو اكشلي الاعلام بيبقى فيه كده، يعني هو انت ما تفكريش، ما تبصيش اصلا عليك الاعلان، يعني اول كلمه في الاعلان ذكور فقط. دي حاجه بتبقى محصوره ليهم لانهم بيبقى سفر تقريبا، بيقعدوا كذا يوم وسط البحر بقى ساعات. يعني فاللي هو مش هيجيب واحده مربطها يعني. فاحنا نشتغل في مجال البترول. بس انا هاجر، كان كلمه دكتور احمد جابر دايما كان بيقولها لنا، اخر نقطه بترول هتبقى في مصر هتبقى في سنه 2050، فده مش المستقبل. احنا بنشتغل دلوقتي في الجرين، في الويست مانجمنت. كلمه جرين تعني يعني ممكن نقول جرين اي حاجه، جرين هيدروجين، جرين امونيا، جرين يوريا، جرين اي حاجه. يعني الحاجه دي اتجابت، هي الحاجه دي يعني جرين يوريا هي اليوريا، جرين امونيا هي الامونيا، والله هو نفس الهيدروجين، بس انا طلعته بطريقه جرين، طريقه ما تلوثش البيئه. فانا بحس ان احنا يمكن الفيوتشر بتاعنا اكتر توجه العام للعالم، لو الناس كلها اعتقد بتتابع المؤسسات البيئيه التوجه العام ان احنا نقلل استخدامنا للجرين هاوس ايميشنز، نقلل استخدامنا لاي حاجه ممكن تلوث الغلاف الجوي، ممكن تعلي طبقه الاوزون. يعني كل التوجه العام ان كل حاجه تبقى جرين، يعني حتى الاكل التوجه العام ان ناكل حاجات اورجانيك مثلا. فاللي هو التوجه العام ان كل حاجه تبقى اقل، نعمل ويست مانجمنت. ده عندنا في جامعه زويل بيتخرجوا مهندسين كيميائيين عندهم، بس مش بيسموا مهندسين كيميائيين، يبقى طبعا النقابه فعلا عندنا، بس بيسموا مهندسين بيئه. يعني احنا كمان بنشتغل في الاجزاء اللي تبع البيئه. انا كان نفسي اشتغل في حاجه زي دي، يعني انا في الكليه كان عندي طموح ان انا اشتغل في حاجه لها علاقه بالكوارث الطبيعيه والطقس، بس انت ما بتتخرج بتلاقي نفسك عايز لازم تشتغل، لازم تجيب فلوس، فلو تمشي في اي مجال تاني. ده مجال من المجالات اللي القسم عندكم؟ اي حاجه لها علاقه بالبيئه. احنا القسم بيفتح لك مجالات كتير في دماغك، وانت بعد ما بتخلص دراسه بتحس انا ايه اكتر ممكن حاجه اشتغل فيها، يعني اللي هو ايه اكتر حاجه ممكن اكون انترستد فيها، فانا مثلا اعلي نفسي فيها مثلا. يعني هو اهم حاجه انك انت تبدا. يعني القسم فعلا كمجالات هو مجالات واسعه جدا، يعني انا حتى ما اقدرش احصرها مثلا في ان انا اقول مثلا بشتغل كذا وكذا وكذا وكذا، لا القسم بيفتح لمجالات، وكل مجال من دول متفرع. انت حابب تبقى ايه في المستقبل، انت عايز تبقى ايه. طب تنصحي بقى الشخص اللي لسه في اعدادي بيختار قسم كيمياء انصحه بايه؟ يعمل ايه لو ان شاء الله دخل قسم كيمياء ومشي فيه واحده واحده لحد ما يشتغل؟ انا اول حاجه هنصحه بيها انه يستمتع بسنين الدراسه بتاعته. علشان استمتع. ال4 سنين كانوا كويسين جدا على المستوى الشخصي بجد، يعني بصرف النظر عن الاعدادي. انا دراستي انا كنت حباها، كانت تقيله وياما كل يوم عندي امتحان، يعني كل يوم عندي امتحان، ودي حاجه كل اهلي عارفيني بيها. هاجر دايما عندها امتحان بكره، بابا بيقول لي ان اول ما اتخلقت انت عندك امتحان بكره. بس انا اتبسطت، انا طلعت بصحبه كويسه جدا. ما تبقاش لوحدك، ويمكن دي حاجه مش بقولها كل الناس اللي داخلين، يعني مش اي حد داخل كيمياء، اي حد داخل قسم، ما تبقاش لوحدك. كل ما تبقى مع ناس اكتر كل ما هتحس ان الكليه ليها هدف انك تروحها. من الصبح وان احنا قرفانين وكارهين حياتنا، ان في ناس في الكليه نقعد معاهم، دي كانت حافز. انا كنت من الناس اللي مش بتغيب خالص، يعني انا كنت ملتزمه بالكليه وملتزمه جدا بالحضور. ليه؟ علشان كان عندي صحبه في الكليه كانت بتعني على ان انا احضر واذاكر وليالي الامتحانات والميد تيرمز. فلو اي حد داخل كيمياء انا هقول له اول حاجه استمتع بالكليه. دراستنا مش دراسه صعبه، هي صعبه بس شيقه. الدراسه نفسها ممتعه، انك انت تعرف ده جه من ايه، ده جه من ايه، ده ممتع، لان هو حاجه بتستحث فضولك، اللي هو
منين الصفر كان فين، انت بيجيلك الفاينل برودكت في الاخر، انك انت بقى تفكر ده جه منين. دي حلوه، ده سؤال انت يعني انت ما فكرتش احيانا تساله، ولو سالته انت مش هتلاقي اجابته. في القسم احنا بنعرف اجابته، دي حاجه كويسه جدا. فلو انت داخل كيمياء بحب اقول لك انك هتتبسط، ومش بقول كده عشان اتخرج من القسم اطلاقا، يعني عادي، يعني ممكن لو كنت متخرج من اي حته كنت اقول انا اكشلي ممكن تكون نصيحتي لكل المهندسين ما تبقوش مهندسين بس انت هتتبسط بالدكاتره وبالناس، وفعلا ما تبقاش لوحدك. ذاكر، ولو ذاكرت هتجيب تقدير، ولو جبت تقدير هتتبسط، وده هيخليك حاجه. يعني انت لما تجيب تقدير كويس تلقائي هتبقى مبسوط، يعني والسنه الجايه هتدخلها وانت متحفز ان انت عايز تذاكر اكتر. مش لازم تبقى دحيح، انا مش كائن الدحيح اطلاقا، يعني انا مش الشخص اللي بيجيب امتياز والله، يعني كنت بجيب امتيازات بسيطه في مواد بسيطه، بس انا كنت بذاكر وببسط، كنت بحاول اجمع ما بين الاثنين، ببسط بالكليه وبستمتع بالدراسه وبفهم، علشان الفهم حلو. انا كان حد قال لي مره ايه الحاجه اللي بتحسسك انك انت عايشه او بتحسسك بالمتعه، قلت له اني افهم. يعني انك تفهم دي سبحان الله حاجه يعني ربنا خلقنا بعقل عشان نفكر فيه، فسبحان الله اما بتفهم في لمبه بتنور جوه عقلك بتقول لك شطور اشطر كتكوت. اي طبعا. فاللي هو اللمبه دي لما تنور انت بتتبسط جدا. فانا يعني اتمنى والله انكم كلكم تدخلوا كيمياء. طيب هل في صفات معينه تكون في الشخص عشان يخش قسم كيمياء، او القسم متطلب صفات معينه تكون في الشخص؟ اكشلي معروف عن القسم عندنا ان هو يعني من سنتين على سنتي مثلا كان اقل قسم في الترتيب تقريبا، ترتيب الاقسام قبل البترول او مش فاكره، بس هو كان في الاخر يعني اخر 3 مثلا. فمعروف ان الناس اللي بتبقى مدبلره هم اللي بيدخلوا القسم ده بياخد افشل ناس موجوده في اعدادي وبيحطهم جوه. مش حد فاشل، مش عارف. لا يعني هم الناس بتقول كده بجد. يعني انا الجمله دي اتقالت لي اكشلي، يعني انا كنت من الناس اللي مدبلره اللي داخلين اعدادي، يعني انا كنت الناس اللي اتدبلرت في اعدادي. فاللي هو كان بقى معروف عن القسم ده ان هو بياخد كل المدبلرين، وان انتوا ناس مرفهين وتجيبوا امتياز بسهوله. انا الجمله دي اتقالت لي حرفيا في اول سنه ليا في القسم، يعني لو انا ما كنتش عارفه اي معلومات، بس الجمله دي اتقالت لي. لا انت بتقول ان لو في مهارات معينه المفروض تبقى في الشخص اللي داخل القسم، هو ان هو يبقى عايز ينجح في مجاله. ان هو لو هو لقى ان اعدادي قتل فيه اللمبه اللي بتنور جواه كل ما يفهم، القسم هينورها تاني. يعني بجد اعدادي انا مش عارفه هي كانت سيئه لكل الناس كانت سيئه ليا، بس هي كانت سيئه بالنسبه لي، وهي طفت جوايا الحته اللي بتقول ان انا اقدر افهم وابقى شاطره تاني. لان كل الناس اللي دخلوا هندسه كانوا جايبين مجاميع عاليه، فكلهم كانوا على سنين دراستهم لحد ثانويه عامه كانوا ما شاء الله مبارك شطار. فما هو اما تيجي في اعدادي وتعيد السنه او تشيل مواد، فاللي هو الدروب ده وحش، يعني الدروب ده يجيب اكتئاب اصلا. فاللي هو لا يعني لا انا بكلمك من واقع تجربه، انا اللي بتكلم انا عدت اعدادي. انا وقت اعدادي انا فعلا حسيت ان كل حاجه ضلمت حواليا. فعلا كنت داخله القسم كان عندي هدف واحد بس انا فاكراه ومش هنساه، ان انا لازم انجح ايا كانت ايه الطريقه اللي انا هعملها. انا ما عنديش اوبشن تاني، يعني انا اوبشن ان انا اسقط تاني دي انا كنت شايلها من دماغي اصلا. ده كان الحافز الوحيد. طيب اوكي، احنا انبسطنا جدا معاك انا اكتر والله، واتمنى ان شاء الله كل اللي يتفرج يكون اتبسط ويستفاد، واكيد هيستفاد عشان انا نفسي استفدت يعني. انا ما كنتش اعرف معلومات يعني كافيه عن قسم كيمياء، بس انا عرفت دلوقتي. فشكرا ليكي جدا وانبسطنا جدا. شكرا ليك والله.